لو انت عايزه شكل لبسك يكون مظبوط وفانسي فلازم تتفرجي على الفيديو ده للاخر. هاي ويلكم تو ماي نيو فيديو النهارده هنتكلم فيه عن تيبس اند تريكس هتظبط شكل اللبس وهتوديه في حته تانية خالص. طبعا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب اعملوا في الانستجرام بتاعي. يلا بينا نبتدي الفيديو. اول تريك انك ما تلبسيش حاجه لمجرد ان هي نازله موضه وهي مش لايقه عليكي. ليتس سي ان احنا نقول انك حد بيحب الالوان الهاديه، بيحب الحاجات اللي مش منقوشه، بيحب ان هو يبان نيوترال كده، ما بيحبش ان هو يحط فايبرنت كولر في الاوتفيت بتاعه. والسنه دي في الموضه اللي نازله في 2025 في طبعا الانيمال برنت، في الاكسسوارز اللي على الباكس، في الشانكي بريسلتس، في حاجات كتير قوي ظاهره والوان قويه زي الشاري ريد. انت حد ما بيحبش كل ده، فما تمشيش ورا ده وتلبسيه لمجرد ان هو نازل موضه، والبسي الحاجات اللي انت بتحبيها والحاجات اللي انت بتحسي انك مرتاحه فيها. خديها كده رول في حياتك، ما تلبسيش اي حاجه انت مش مقتنعه بيها، لانك لو مش مقتنعه بالحاجه فهتبقي مش مرتاحه، ولو انت مش مرتاحه مش هتبقي واثقه في نفسك، ولو انت مش واثقه في نفسك عمر ما الناس هتشوفك حلوه. دايما خليكي واثقه في نفسك، دايما البسي الحاجه اللي انت بس بتحبيها مش الحاجه اللي كل الناس بتقول يلا هنلبس دي دلوقتي. تاني تريك وهي الالوان. مهمه قوي انك تلبسي الالوان اللي بتليق بس على لون بشرتك. الفتره اللي فاتت كان في ترند نازل على تيك توك، ممكن تبقوا تعملي سيرش عليه. الترند ده كان بيتكلم على كل بشره بيليق عليها الوان ايه. هتلاقوا دايما في 3 انواع من البشر اللي بيليق عليهم الالوان الورم، والبشر اللي بيليق عليهم الالوان الكولد، والبشر النيوترال اللي في النص اللي بيليق عليهم دايما كل الالوان. ممكن ان انتوا تعملوا سيرش على لون البشره بتاعتكم بيليق عليها ايه. يعني اذا برنامج كمان نازل على جوجل ممكن انتوا تعرفوا ايه الحاجات اللي بتليق عليكم انتوا على نفس درجه البشره بتاعتكم. ودايما البسوا الالوان اللي بتظهر وشكم وبتظهر ملامحكم مش اللي بتطفيها. ثالث تريك وهي انكم ما تلبسوش خامات مش لايقه على المكان. انتوا خلاص عارفيني، فعارفين ان انا مش بجادج على حد، وعارفين ان انا كمان بشوف ان كل واحد حر يلبس اللي هو عايزه. لكن انا مش شايفه خالص ان موضه البيزك توب اللي هي الشبه الكارينا كده شويه دي ينفع ان هي تتلبس كده لوحدها من غير اي حاجه. مش علشان هي ضيقه او واسعه او اي حاجه، دي حاجه مش بتاعتي خالص ان انا اتكلم فيها، لكن علشان هي خامه مش مريحه. فطبيعي جدا جدا لو احنا نزلنا بيها، طبعا خامه زي كده هتتلبس في الصيف، اكيد مش هتتلبس في الشتاء كده لوحدها. فطبيعي جدا ان احنا لما هننزل بيها في الصيف اكيد هنعرق، مهما كنا حاطين ديودرنت اكيد مش هنحط ديودرنت هنا وعلى ظهرنا وكل ده، فدايما لازم هنعرق من حته. فالخامه دي لما بنيجي بنعرق اولا بتعمل ريحه وحشه جدا، ثانيا ان هي مش بتبقى مريحه ليكي وانت لابساها لوحدها كده. مش شرط الفابريك دي، كمان في فابريك زي الستان كمان لو لبستيه في عز الحر عرقتي هيحصل نفس الكلام، ريحتك هتبقى مش حلوه. تاني حاجه ان انت هتحسي انك مش مرتاحه، بلس ان انت ممكن وارد جدا يكون جسمك من الاجسام اللي بتتحسس، فدايما هتحسي انك برضو مش مرتاحه وانت لابساها. فالبسي الحاجه المناسبه للمكان المناسب. عادي جدا ان احنا نلبس ستان بس بالليل مش الصبح. لو هتلبسيه الصبح فلازم تلبسيه بشكل من الاخر كده ما يخليكيش تعرقي. يعني مثلا لو انت هتلبسي سكيرت، زي ما انا ساعات على فكره بلبس سكيرت الصبح ستان عادي جدا، لكن بلبس من تحتيها بنطلون لازم يكون قطن. لو انت برضو هتلبسي حاجه تان او اي حاجه من فوق ممكن انت برضو تلبسي تحتيها حاجه قطن علشان ما تعرقيش وعلشان ما تحسيش انك مش مرتاحه. بمناسبه بقى اني مش بجادج، وقبل ما ادخل على التريكس اللي جايه حابه ان انا اقول لكم على حاجه. بعد اذنكم احنا خلاص بقالنا مع بعض كتير جدا، بقالنا تقريبا 200 فيديو مع بعض، فانتوا عرفتوا ان انا مش بجادج على حد، مش بعترض حتى ان حد ممكن يعمل لي كومنت يكون فيه اعتراض ليا او يكون فيه مهاجمه ليا. ما عنديش اي مشكله طول ما الموضوع بشكل محترم. لكن بعد اذنكم طالما انا بحترمكم فانتوا كمان تحترموني، علشان الفتره اللي فاتت بدات تجيلي كومنتس غريبه جدا لدرجه ان ناس بتكفرني، ناس بتقول لي انت هتدخلي النار، ناس بتقول لي انت ليه بتتفرجي على مسلسلات، ناس بتقول لي انت ليه بتلبسي كده. بعد اذنكم زي ما انا بحترم حريه كل شخص فبليز كل واحد كمان يحترم حريتي. انا مش حد خالص في الشانل دي بتكلم عن الدين ده حاجه بيرسونال، حاجه ما بيني وما بين ربنا، مش ما بيني وما بين اي شخص تاني. فبعد اذنكم بلاش نكتب لبعض كومنتس ممكن واحنا قاعدين من ورا شاشه عادي جدا حاسين ان احنا بنكتب كده في الهوا، لكن الكومنتس دي للاسف بتاثر على الناس. انا ما وصلتش خلاص لمرحله ان انا بتضايق، لكن اكيد بزعل لما حد يجي يقول لي انت هتدخلي النار. يعني يا جماعه انتوا مش ربنا، ما ينفعش خالص ان احنا نجادج على حد بالمنظر ده. تريك نمبر 4 وهي تريك ماما علمتها لي وانا صغيره جدا حتى قبل ما اتحجب، وهي اني ما البسش لبس ضيق على لبس ضيق. دايما اللبس الضيق على اللبس الضيق بيخلي الشكل بتاع اللبس
تشيب شويه، مش شكله حلو قوي. طبعا انا زي ما قلت لكم مش بتكلم من ناحيه دينيه خالص، لان في ناس اهل للكلام ده. انا بتكلم من ناحيه ليها علاقه بالموضه. اللبس الضيق على اللبس الضيق اولا بيخلي شكل الجسم ريفيل قوي، يعني احنا يكون في تناسق ما بين الواسع والضيق، لازم يكون في تناسق ما بين الفاتح والغامق. فاحسن حاجه ان احنا لو عايزين نلبس حاجه ضيقه، فان انتوا تلبسوا حاجه عكس حاجه. يعني لا تسي مثلا ان انا هلبس يكون فاتت شويه على قد الجسم، فممكن عادي جدا ان انا البسه من فوق بس البس من تحت سكيرت تكون واسعه، بنطلون يكون واسع، حاجه تكون وايد ليج او حتى شارلستون، حاجه ما تكونش من فوق لتحت كده ضيقه فتخليكي شبه البلوك. نفس الكلام على الناس اللي بتلبس واسع قوي على واسع قوي، بتلبس مثلا كارجو بانس على تي شيرت اوفر سايز قوي، ويعني هو ملهوش مغزى، هو بس بيبانوا شبه البلوك، شبه الحته الواحده كده. طبعا انا زي ما قلت كل واحد حر، بس احنا ممكن نخلي فيه تناسق شويه. ممكن البس واسع على واسع، بس اخلي فيه تناسق حتى ما بين الواسع والواسع، ما يكونش اللي فوق واسع قوي واللي تحت واسع قوي، لا اخلي فيه حاجه اضيق شويه وحاجه تكون واسعه. تريك نمبر 5 وهي سمبل از مور. والتريك دي تمشوا عليها في اي حاجه في حياتكم، بس احنا في الفيديو ده بنتكلم على اللبس، فما تلبسوش حاجات كتير قوي تكون ليها علاقه بالموضه اللي نازله السنه دي، او ليها علاقه عموما بالموضه، او حاجات ليها علاقه ببراندز كتير قوي في نفس الاوتفيت. يعني ليتس سي مثلا ان انتوا عندكم براندز كتير جدا، يعني مثلا عندكم نايكي، عندكم اديداس، عندكم جوتشي، عندكم اي براند، تمام، من الحاجات اللي بتقول ان انا حد معايا فلوس، الحاجات الغاليه قوي، ولو لبستوها في نفس الاوتفيت انتوا متخيلين شكلكم هيبقى زحمه ازاي. نفس الكلام على الحاجات اللي عليها برينتس كتير. يعني مثلا انا من الناس اللي مش بتشوف ان الخلط ما بين البرينتس حلوه قوي الا في حالات معينه، لكن ما نخلطش حاجات كتير قوي زحمه تخلي عين الانسان اللي قصادنا مش عارف تبص لنا على وشنا، ولا على التوب اللي احنا لابسينه، ولا على السكيرت ولا البنطلون، ولا حتى الدريس اللي احنا لابسينه، ولا على الاكسسوارز، ولا على الحاجات الكتير قوي اللي احنا لابسينها. دايما خلوا في حاجه واحده بس ظاهره في الاوتفيت بتاعكم، دي هتخليكم شيك اكتر، فانسي اكتر، الناس هتحب ان هي تبص لكم وهتحب ان هي تتكلم معاكم. بس كده دي كانت الحاجات اللي هتخلي دايما شكل لبسكم فانسي وشيك. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام تاعي.